في الفيديو ده هتكلم على طابع الاول عن لعبه هولو نايت، وان ازاي اللعبه غيرت وجهه نظري تماما عن العاب الاندي جيم. بس قبل ما نبدا في الفيديو انا عايزك تحط لايك وشير في القناه، عشان خلاص انا قربت اوصل 1000 متابع وبس. ما اطولش عليك اكتر من كده، ويلا بقى بينا نبدا الفيديو. لعبه هولو نايت بالنسبه لي هي التجربه الامثل لاي لعبه اندي جيم، وانا بالنسبه لي بما ان هولو نايت سيلك سونج نزلت، انا بالنسبه لي دي هتدمر اي لعبه اندي جيم هتنزل قريب في الوقت ده. واظن يعني ان واضح الكلام ده دلوقتي حاليا، وكمان في شركات كتيرة قوي بتنتقد ان اللعبة اصلا ب20 دولار، فالموضوع بصراحة جامد جدا. بس المهم انا بتكلم عن انطباعي عن اللعبة الاول. انا حرفيا معرفش اي حاجة عن اللعبة بجد، فاحسن حاجة بجد اللي انت تجرب اللعبه وانت مش عارف عنها اي حاجه، وده بصراحه بيخليك تفضل مركز على كل حاجه وانت اصلا مش فاهم. بس المهم ان هو بيخليك تفضل تستكشف وتفضل تعرف كل حاجه هي فين بالظبط، عشان انت كده كده اصلا انت مش عارف اي حاجه، فمش هتحس مثلا ان انت زهقان او خالص. يعني انت دايما هتحس انك كل ما تستكشف حاجه جديده وكل ما تقتل بوس في اللعبه هتلاقي حرفيا احساس كده بشعور الانجاز رهيب. انا خليني بصراحه كده اكلمك على كام نقطه بالنسبه لي كانت عيب في لعبه هولو نايت، وهي بصراحه بالنسبه لي هي عيب رخم قوي. شرح القصه بالنسبه لي بجد، شرح القصه في اللعبه دي هو العيب بجد. يعني انت مثلا لازم تفهم القصه دي من فيديو على يوتيوب او اي حاجه، فده بالنسبه لي موضوع رخم، ومش رخم في نفس الوقت، رخم لانه بجد يعني مضطر انك تفضل انت مش فاهم حاجه لحد ما تتفرج على فيديو على اليوتيوب، وده حرفيا بالنسبه لي بيقتل المتعه. حاسس ان هي المفروض اصلا كانت تيجي من اللعبه نفسها هي اللي تشرح لي، مش انا اللي اروح اتفرج على الفيديو، او مثلا محتاجه تركيز رهيب جدا عشان تفهم القصه. يعني غير ده كله بقى بصراحه انا بالنسبه لي اللعبه دي حلوه قوي، واهم حاجه بقى فيها واكتر حاجه فيها حلوه جدا وهي صعوبة اللعبة وكمان الديزاين. بصراحة الحاجتين دول أكتر حاجتين بيضيفوا في اللعبة متعة رهيبة جدا. ومهم بجد التصميم في اللعبة دي أسطوري أسطوري بجد، بيضيف كده للعبة شعور حلو جدا كده، شعور إن أنت شايف كل حاجة ليها انيميشن، كل حاجة ليها حركة، كل حاجة ليها قصة، كل حاجة انت لازم تكون موجودة في اللعبة دي عشان تكون لعبة متكاملة. وفي برضه الجيم بلاي، يعني مع ان مثلا اللعبه مش موجهه مثلا للتليفون، بس مثلا هتلاقي مثلا النسخه اللي نازله للتليفون مش اصلا استوديو التطوير هو اللي منزلها، لا هو ناس تقريبا واخدينها وعاملينها على التليفون. اللعبه بجد تحسها كانها هي اصلا معموله للتليفون وبعدين اتعملت في البي سي. بجد فعلا مش هتحس باي حاجه، مش هتحس باي مشكله خالص. ولو انت مثلا كده قررت ان انت تشوف قناتي مثلا كده وشفت اخر فيديو شورت نزلته عن لعبه هورو نايت، هتلاقي بجد يعني ان الناس فيها متفاعله جدا جدا، وتعرف بقى ان كل واحد عنده مشكلة مع كائن معين. انا بقى في الاخر يا عزيزي يعني انا بشتكي من كائن اصلا يعني هو تافه، ويعني كويس يعني اللي انا وصلت اصلا لهذا الحد. وبس كده، ده كان فيديو بتاعنا النهاردة. يعني انا عارف فيديو بسيط خفيف يعني، بس انت فاهم بقى الواحد لسه داخل كده على ايام دراسة يعني. وعزيزي يعني حط لايك كده واشترك في القناة عشان 1000 متابع وبس. يعني صلي على النبي وبس، سلام.